السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجناح القدامي ده يا جماعة طوله تقريبا زي متر كويس. دي هي زي الجنبة كده بتاع الجناح، ومطبوع بمادة اسمها Preformed Lightweight PLA، اللي هي نوعية من البلاستيك PLA. الوزنها بيكون خفيف، يعني وزنها أو وزن اللايت ويت PLA بيكون تقريبا 50% من الوزن بتاع PLA العادي أو البلاستيك العادي اللي بيطبعوا به معظم الناس. وحقيقة اللايت ويت PLA كان ظهر قبل سنتين ثلاثة كويس، وأكثر ناس كانوا شغالين به الناس اللي بيعملوا الطيارات الهوائية بتاعت الألعاب دي، بيجوا بيطبعوها باللايت ويت PLA. واحدة من المشاكل بتاعت اللايت ويت PLA إنه طباعته شوية صعبة كويس. واحدة من الحاجات اللي بتخلي طباعة اللايت ويت PLA صعبة شوية إنه لما اللايت ويت PLA يجي طالع من النوزل بتاعت البرينتر، لما يتسيح ويجي طالع من النوزل بتاعت البرينتر بيحصل له زي فومين، يعني حجمه بيزيد شوية. والحاجة دي جو عالجوها هسه دي مؤخرا في نوعية ظهرت في السوق جديدة من البلاستيك اسمها Preformed Lightweight PLA كويس، اللي هي نوعية من اللايت ويت PLA طباعته سهلة. ممكن تطبع البريفورمد لايت ويت PLA بنفس الطريقة اللي بتطبع بها البلاستيك العادي أو PLA. أنا ما احتجت أغير الضبط بتاع الطابعة الثلاثية على الإطلاق. بنفس الضبط بتاع الطابعة الثلاثية أنا قدرت أطبع الجناح ده، وحقيقة الطباعة به سهلة شديد. اسمه Preformed Lightweight PLA. إذا عندك أي حاجة عاوزة تكون خفيفة وما محتاجة إنها تكون قوية شديد، افتكر البريفورمد لايت ويت PLA خيار ممتاز شديد. طبعا الجناح اللي قدامنا ده طوله زي متر، ونحن بنطبعه طبعا على اجزاء كويس. هسه انا عارف ان شكله هو واحد، لكن هو ما واحد، هو قطع. بنطبعه على اجزاء لانه بالطبع بيكون واقف كده في الطابعه الثلاثيه كويس. والطابعه الثلاثيه يعني طولها تقريبا زي 280 سنتيمتر، فبنطبع الجناح على قطع، وبعدين بنجي إذا عينت الجناح من جوا هنا في زي فتحات، دي ممكن نمرر فيها مواسير بتاعت كربون فايبر أو ألياف كربون عشان تقدر توصل الجناح كله، القطع بتاعت الجناح كلها مع بعض ويبقى الجناح قطعة واحدة كويس. إذا لاحظتوا هنا في البداية دي كان أول ما بديت أجرب كان طبعتها بوزن نفس المادة اللي اسمها Preformed Lightweight PLA. طبعا الحاجة جوا دي يعني ما دي حاجة تنظف يعني عادية كويس. لكن إذا لاحظتوا هنا كنت بطبع بإنفل 20%، اللي هي زي يعني الحجم الجوا ده بيتملي منه 20% بس. وبعد ذاك الوزن طبعا طلع قوية يعني، أو قوية نسبيا يعني، طبعا ظريفة شديد. لكن المشكلة إنه شايف، المشكلة إنه يعني تقيلة شوية كويس. فعملت نوعية تانية، أو الجناح الثاني طبعته ده، وباقي الجناح ده طبعته بإنفيل 3%. طبعا هي لأنه مقفول من هنا فما حتقدر تشوف من جوا، لكن دي آخر الجناح. يعني الناس ممكن تعاين الكواليتي بتاعت الطباعة. شايفين دي آخر حتة في الجناح، الناس ممكن تعاين لأنه بجد يعني الدقة بتاعت الطباعة ممتازة شديد. وزي ما قلت لكم يا جماعة أنا قاعد أطبع بالطابعة اللي هي اشتريتها أو سعرها حاليا في أمازون $230، فالطابعة العادية شديد. فإذا عايز تطبع حاجة خفيفة أفتكر البريفورمد لايت ويت PLA هو أوبشن ممتاز جدا. أشوفكم المرة الجاية يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.